احنا عندنا مبدأ غريب قوي في علاقتنا مع الناس. مبدأ ممكن يدمر اقوى العلاقات المبنية من سنين وسنين. مبدأ طالما استحملت مرة يبقى شيل طول عمرك وانت ساكت. وفي ناس لو لقوا حد بيحبهم بيجوا عليه ويزهقوه معاهم ويطلعوا عينه علشان عارفين ان هو بيحبهم وهيسكت. فعادي يسيبوه زعلان يخبط راسه في الحيطة، كل ده علشان ضامنين ان الناس دي بيحبوهم وعمرهم ما هيتخلوا عنهم. في مرة مدير لو لقى موظف شغال وبيحب شغله جدا بيطلع روحه في الشغل، وممكن يشيله شغل 5 موظفين طالما عمره ما قاله لأ، وبيخلوه يكره الشغل بتاعه حتى لو كان بيحبه بيموت فيه. في ناس لو زعلوك ولقوك عديت الموضوع عادي كده وكبرت دماغك بيزيدوا فيها ويفتكروا انك طالما عديت من موقف مرة يبقى هتعدي اي حاجة، وكأنك ملكش الحق انك تزعل ولا تعاتب ولا تاخد على خاطرك ولا ليك الحق في اي حاجة. بدل ما يقولوا ان ده انسان محترم وشرينا، لا بيجوا عليه ويزعلوه اكتر. عارفين زي الازواج كده، لو في زوج شال المسؤولية وشال كل حاجة من الاول، ساعتها الطرف التاني بيتمادى ويشيل ايديه خالص من المسؤولية ويقعد يتفرج على الطرف التاني. ما دام عرفت تشيل مرة يبقى هتشيل المسؤولية طول عمرك. على فكرة احنا بنضيع حياتنا بنحاول نرضي ناس مش عارفين قيمتنا ومش حاسين بينا ولا بحبنا. اللي يستحمل حد بدافع الحب والإخلاص مش لازم نكرهه فيها، ومش لازم نقلل من تقديره، لازم نحترمه ونشيله فوق دماغنا. مش لازم نقعد نقطم فيه ونعاتب فيه ونتعب نفسيته. مش لازم تخليه يندم على كل طيبة قلبه وعلى دماغه الكبيرة. مفيش حاجة اسمها ده بيشيل ويستحمل ويسكت فاجي عليه براحتي واطلع روحه. لا طبعا الناس دي هيسيبوكوا، ولو مش النهاردة هيبقى بكرة. كل انسان وليه طاقة، مهما كان شريكه هتخسروه، وهتخسروا احسن ناس كانت نضيفة في حياتكم علشان انتم ظلمتوهم. لان غالبا الناس دي بتصحى من يوم هتلاقوهم قرروا مرة واحدة ان هم يمشوا ومش هيرجعوا تاني ابدا مهما عملتوا. امسكوا فعلا في الناس الكويسة، الناس اللي بيحبوكوا، ما تضيعهمش.